لم تكن هذه المرة الأولى التي يتزاحم فيها مصريون حول الشقيقين علاء وجمال مبارك خلال ظهورهما في مكان عام عقب ثورة يناير. نجلة الرئيس المخلوع الذي قامت ضده ثورة أطاحت بحكمه في مثل هذا الشهر ظهرا هذه المرة في مدرجات استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة المنتخب المصري لكرة القدم الودية أمام نظيره التونسي ضمن استعدادات الفريقين لكأس الأمم الإفريقية بالجابون. ما لفت الانتباه حرص الجمهور القليل الذي حضر المباراة على التصوير مع نجلي الرئيس الأسبق الذي حكم البلاد ل30 عاما وكان يجهز لتوريث الحكم لنجله جمال بحسب ثوار يناير الذين رفضوا هذه الفكرة في ذلك التوقيت. الظهور المثير للجدل قبيل الذكرى السادسة لثورة يناير تناوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مصرية كل من زاويته، فهناك من أثنى على الرجلين وأشاد بهما. يريدون التصرف كمواطنين، فأنا الحقيقة لما شفت الصور مش عارف، ما عنديش أي مشاعر سلبية ولا أقدر أعلق تعليق سياسي. ده مواطن وراح ودخل واتحاكم وخد براءات في قضايا وخد إدانات في قضايا تانية ونقض الأحكام وعاش وما هربش بره وما جريش. آخرون انتقدوهما وواصلوا وصفهما بالفاسدين الذين يتنعمون بينما الشعب يعاني. مطمنين إنه الحاجات بره بتولد وبتخلف والحسابات بتكتر والأوفشور بيكبر وسويسرا شغالة والجزر الفيرجن ايلاند شغالة وكل حاجة شغالة زي الفل والناس بتموت من الجوع ومن البرد في مصر وهم دافعين بالمليارات اللي اتسرقت من هذا البلد. الفشل السياسي والاقتصادي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد حاليا بحسب البعض زاد من حنين أنصار مبارك ونجليه لعصرهم، ويعبر بعضهم عن رغبته في ترشح أحد النجلين المدنيين للانتخابات الرئاسية في عام 2018 رغم أن هذا قد يكون على خلاف رغبة المؤسسة العسكرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في مدى قبول جموع الشعب المصري بدخول النجلين لمعترك العمل السياسي مرة أخرى، إضافة لقانونية دخولهما الانتخابات الرئاسية عقب إدانتهما في قضية القصور الرئاسية وما زالا يحاكمان في قضية التلاعب بالبورصة. حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو عبد الرحمن يوسف الكاتب والشاعر. رحب بك معنا أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبجمهورك الكريم. صورة علاء وجمال مبارك بين الجماهير في مباراة مصر وتونس و6 سنوات على الثورة المصرية والتونسية، كيف رأيته بما أنك واحد من أهم المشاركين في ثورة 25 من يناير؟ رأيتها كما كنت أرى صورة حسني مبارك بين الجماهير، إنها الجماهير المنتقاة التي ينتقيها هذا الشخص أو هذا الرئيس لكي يظهر بينها. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان مسموحا بدخول الألتراس لهذه المباراة؟ لا طبعا. يبقى الحلقة خلصت. يعني الموضوع خلص. يقدر يمشي في الشارع من غير حرس. احنا بنتكلم على ظهر في بعض الأماكن العامة، ظهر عند الأهرامات وظهر طبعا في أماكن طبعا عامة أخرى للحقيقة جمال وعلاء. زيارة الأهرامات ثبت إنها كان ليها ترتيبات أمنية معينة. يعني هذا نشر ووثق. احنا خلينا نتكلم إنه في مصر مش كتلة واحدة، في كذا مصر. يعني في مصر حالتها الاقتصادية هايلة، يعني في 1% من المصريين مبسوطين مش حاسين بأي حاجة، لهم منتجعاتهم ولهم أنديتهم، لهم مولاتهم التي يتحركون فيها، وفي هذه البيئة يستطيع السيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك أنهم يتحركوا. هذه البيئة يعني هي صنيعتهم مبدئيا، يعني غالبية من فيها، كثير ممن فيها استفاد من فترة 30 سنة حكمها اللص حسني مبارك، لص بحكم محكمة بحكم نهائي بعد استيفاء كافة الدرجات، وهم أيضا وعليهم أحكام نهائية بذلك 4 سنوات بتهمة السرقة. وبالتالي هذه الحاضنة الاقتصادية اللي موجودة، الحزب الوطني ومن والاه ومن معه، التي استفادت بشتى الطرق
من فترة حكم حسني مبارك ومن طموحات جمال وعلاء وبزنس علاء مبارك، هذه الحاضنة يستطيع أن يتحرك فيها، وهي لا تمثل أكثر من 1% من المصريين، ربما ما يوصلوش 1% من المصريين. السيد جمال مبارك ممكن هو وعلاء يعني يقدروا يروحوا مول العرب، يروحوا أركان، يروحوا كايرو فيستيفال، يعني المصريين يعرفوا الأماكن دي، يروح أي مطعم المينيمم تشارج فيه هيبقى مثلا 200-300 جنيه، يعني ليهم أماكن معينة يقدروا يتحركوا فيها. لكن أنت ليه ما شفتهوش من جهة تانية زي البعض رأوا إن هو واضح ان بشكل او باخر في حنين لدى بعض قطاعات الشعب المصري لعهد حسني مبارك على كل المستويات؟ يبدو ان عهد حسني مبارك افضل من اللحظه الحاليه كما يقول حتى بعض الاقتصاديين وغيرهم. اذا كان المساله انه في حنين، في حنين، بس تعال نشوف عند مين. الحنين اولا عند نفس الحاضنه الاجتماعيه والاقتصاديه التي تكلمنا عنها. حسني مبارك قعد 30 سنه في الحكم، وكانت دوائر الانتفاع حواليه أوسع بكثير من الدوائر الحالية. من أهم مظاهر فشل سيسي ومن معه في الحكم أنهم لم يستطيعوا أن يديروا دوائر انتفاع واسعة. هي دائرة انتفاع واحدة اللي هي المؤسسة العسكرية، وحتى المؤسسة العسكرية يعني كما هو واضح النواة الصلبة للحكم والأجهزة الأمنية منقسمة على ذاتها وليست كلها منتفعة، أو حتى المنتفعين معترضين على كثير من أشكال الإدارة والقرارات التي تدار بها الدولة الآن. بعكس حسني مبارك قعد 30 سنة في حكم مستقر، ما كانش لا دخل حروب ولا عمل تنمية. طيب. وبالتالي قعد يربي هؤلاء. هذه الدوائر، دوائر الانتفاع هذه هي اللي ممكن تكون جزء منها، يعني يكون بيدعي السيد علاء وجمال مبارك يحضروا في القاعة في المقصورة مقصورة الفي اي بي في الاستاد. طبعا هناك من البسطاء من قد يقول الآن يوم ولا يوم من أيامك يا مبارك. صحيح. تحت ضغط اللحظة، تحت ضغط يعني أنا بس عايز عبد الرحمن معاك، يمكن الخلفية اللي ورانا واحنا بنتكلم الآن المواطنين اللي بياخدوا سيلفي مع علاء وجمال شكلهم حتى في ناس منهم بسطاء، مش بتوع مارينا ولا بتوع مول العرب، وجريوا على الراجل ده. حتى سألوه انت الانتخابات بتاعت 2018 بتعمل فيها ايه، رغم ان هو يعني عليه احكام قضائيه يعني. يعني انا لا استطيع ان اقول انه يعني افصص لك واحد من لا طبعا بشكل عام، لكن في النهايه الاجواء اللي موجوده في مقصوره الفي اي بي والدعوه اللي موجهه ليهم دي مش للمواطنين العاديين يعني. وفي النهايه احنا امام ناس محترفين في صنع هذا المشهد يعني. نتذكر المشهد الطبيعي اللي اتاخد لحسني مبارك وهو بيشرب كوبايه الشاي على النيل مع المواطن اللي قابله بالصدفه، بينما الضفادع البشريه كانت بتحرس المشهد من النيل يعني. فأنا هذا المشهد بالنسبة لي لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن أي شعبية للسيد علاء وجمال مبارك. أعتقد ممكن يكون معنا ضيف له رأي آخر ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن، السيد محمود إبراهيم نائب مدير مركز الاتحادية للاستشارات القانونية. ورحب بك معنا سيد محمود. أهلا بك. ابتداء، كيف رأيت مشهد وجود علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المعزول حسني مبارك مدرجات استاد القاهرة وحولهم بعض الجماهير محتفية بهم بشكل أو بآخر؟ هو اسمح لي بس أنا عايز أسأل الأستاذ عبد الرحمن. طبعا أنا أشكره جدا أنه أشاد بالقضاء وبالأحكام اللي أصدرها على علاء وجمال مبارك، وأتمنى أنه يعني هو والوالد يعودوا ويخضعوا للقضاء ويطعنوا في الاحكام الصادره بعد اذن ضدهم. حضرتك مش مسموح لحضرتك تجيب سيره الوالد على لسانك اصلا. لا والدي يا سيد محمود، أنا ممكن اجيب سيره والدك ووالدتك. سيد محمود ارجو الا تشخصن الامر. يا سيد محمود انت بتتكلم معايا. سيد عبد الرحمن ارجو ان تترك الامر لي. سيد محمود ارجو الا تشخصن الامر. انا اتحدث عن حدودك وتخرس علاء وجمال مبارك. كل من هب ودب يجيب سيره الوالد. مش معنى ان حضرتك ما يصحش كده، ما يصحش كده. لا ما يصحش منك يا سيد، مش انت اللي هتعلمني اللي يصح يا سيد محمود. سيد محمود ارجوك، انا بسالك عن حراميه وولاد حرام. طيب انا بسالك عن سؤال محدد، ارجوك مالكش دعوه ولا بالشيخ يوسف القرضاوي ولا بعبد الرحمن القرضاوي. خلينا في اجابه حضرتك.